السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في الليالي الرمضانية من قلب الزاوية الكركرية، وتتمة الحلقات السابقة. كل يوم يعني يكون عندنا موضوع أو لا حكمة لسيدي الشيخ أو لا درس لسيدي الشيخ. واليوم غادي يكون عندنا واحد الموضوع اللي ربما يساء فهمه عند مجموعة ديال الناس في علاقة الشيخ مع المريد، وهو موضوع التعظيم. احنا بالنسبة لنا كمريدين كنفهمه بالتعظيم، ولكن عند عامة الناس او لا الناس اللي ما فاهمينش الموضوع يعني في الاصل ديالو ف كيسميوه تأليه، تقديس في غير محله الى اخره. اش بالك سيدي عزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ببركة سيدنا مولانا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. الحمد لله سيدي عصام على هذه يعني هذا اللقاء المتجدد. يعني كرمنا ربي سبحانه، نتحدث ونذكره في إن شاء الله في إن شاء الله الحلقة القادمة يكون رئتين إن شاء الله. فسيدي عصام يعني كما قلت هذا الموضوع يثير للناس يعني سوء فهم أو شبهة، يعني كأنه يرون أن هذه معاملة مفرطة أو لماذا كل هذا التعظيم يعني الذين يرونه عندنا في الطريقة المباركة. فأولا سيدي عصام يعني طريق أهل الله، طريق معرفة الله، طريق التصوف بصفة عامة مبني على الأخلاق، يعني مبني على أن تحسن المعاملة وأن تعظم كل خلق الله سبحانه عز وجل. وهناك حكمة لسيد الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، يعني اللي هي حكمة عظيمة، ويعني تلخص الأخلاق وتلخص السلوك في كلمتين. قال سيد الشيخ قدس الله سره: استحقر نفسك وعظم غيرك. استحقر نفسك وعظم غيرك. هذه الحكمة يعني ولو نتحدث فيها يعني سلسلة خاصة يعني شهر شوال، يعني شهر رمضان مش شهر شوال، يعني أشهر أو أعوام. فسبحان الله هذه الحكمة اللي قال سيدي الشيخ يعني مما نفهم منها ومما يعني نستنبط منها بمدد سيدي الشيخ أنك تستحقر نفسك وتعظم غيرك. قلنا سيدي الشيخ غيرك هو كل ما يعني أمر، يعني أي شيء غير أنت معنا، يعني مختصرش على الإنسان، ما مختصرش على أنك تتعامل مع إنسان، الحيوان، الجماد، الأشجار، النبات، كل جميع خلق الله سبحانه عز وجل تعظمه، لأنه يعلمنا سيدي الشيخ قدس الله سره أنه مدام ربي سبحانه أوجد هذيك الشيء في هذا الكون دياله إلا وهناك سر وهناك حكمة، وإلا أنه سبقت محبة ربي سبحانه عز وجل لذلك المخلوق، فأنت تحبه بهذه المحبة اللي أحبها الله سبحانه عز وجل لذلك المخلوق. لا يمكن أن ترى أمر أو شيء أو مخلوق في كون الله عابثا إلا وأحبه الله، سبقت محبة الله سبحانه عز وجل له فأوجده. فأنت تحبه وتعظمه لأن أحبه الله سبحانه عز وجل. هذه نقطة عزيز، يعني جزاك الله خيرا. أول رابط نقدر نديروه مع مسألة التعظيم أن التعظيم مربوط بالمحبة أساسي، يعني ما كايناش محبة ما كاينش تعظيم. وهنا قبل ما نتكلموا على علاقة الشيخ مع المريد، يعني في علاقة المحبة والتعظيم، فهذه المحبة نقدروا مثلا نشوفوا يعني
الناس العام، يعني الناس اللي ماشي في الطريق او غير متصوفين، يعني ناخذوا امثله اللي كنعيشوها يوميا. علاقه الابوين مع الابناء علاقه محبه وهناك تعظيم. علاقه المعلم مع التلميذ، هناك المقوله الشهيره: قف للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. لان يعني المساله ديال المعلم الدور ديالو في المجتمع كبير لدرجه انه ربما يقارب مستوى او لا مقام الرسول. وهنا هذه المساله هذه تنرجعوا لنقطه التعظيم. سبحان الله العظيم. وكاين القصه المعروفه جدا، قصه الحجر الاسعد، نعم، مع سيدنا عمر، انه رضي الله عنه وارضاه، يعني ان فاش مر على الحجر الاسعد وقبله وقال بما معناه انه لو لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، اني اعلم انك لا تنفع ولا تضر. كانت اجابه سيدنا علي رضي الله عنه: بلى انه ينفع ويضر. والحجر الاسد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنتكلموا على الحجر. هنا يعني نرجع للكلام اللي قلته، هو انه تعظيم كل خلق الله، فهذا الحجر هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وعنده وسبقت محبة الله له. فاحنا التعظيم والمحبة من محبة الله سبحانه وتعالى لهذاك المخلوق، كان إنسان أو غير إنسان. وهنا سبحان الله العظيم نيجي نتكلموا على مقام سيدي الشيخ قدس الله سره، من باب المعرفة، من باب التربية، من باب الولاية. الولي يخرجك من الظلمات إلى النور، من باب أنه يلقي ويقذف النور في قلبك، من باب أنه يعني يحمل عنك ما لم نحمله نحن على أنفسنا في مجموعة الأمور. فهنا يعني أقل حاجة تقدر تكون هي التعظيم، يمكن أقل حاجة، يعني يمكن هذا هو أقل شيء ممكن نتكلموا عليه. أما المحبة فهي يعني مفروغ منها. ولكن ما يقول سيدي الشيخ في إحدى أقواله المأثورة: اللي ما في قلبه محبة ما يدي حتى حبة. يعني أنا سبحان الله العظيم أن هذه المسألة هذه ديال المحبة، باش كما قلت هنا كاينه شبهة، الناس كيعتقدوا أن هناك تأليه أو لا كذا. الأمر بعيد كل البعد على هذا الأمر. هذا احنا كنتكلموا على التعظيم، هذا هو المصطلح ولا هذا هو المعنى الحقيقي اللي كنتكلموا عليه. أي مظهر اللي غادي يقدر يشوفوا إنسان خارج الطريقة فعلاقة المريد مع الشيخ كيف ما شافوا، خصو يحطوا في هذا الباب ديال التعظيم، وغادي يفهم، وحتى إلا ما فهمش غادي يقرب المعنى ديال هذاك الصورة التي يشاهدها، باش يفهم بالضبط علاش المريد تصرف بذاك الطريقة وعلاش الشيخ تصرف بهذيك الطريقة. باب التعظيم. اش بالك سيدي عزيز؟ نعم سيدي عصام، يعني قلت عدة نقاط سيدي مهمة. منها النقطة الأولى أنك قلت سيدي أنك ذكرت الأستاذ، نعم، اللي هو يعني نستطيع أن نقول هو اللي يقوم عليه المجتمع، لأنه الأستاذ هو اللي يعلم الناس ويعلم نعم. سوى الأستاذ يعني بكل أنواع بشتى المجالات، الفقيه في المسجد، الأستاذ في المدرسة، يعني المعلم في الحرف، أنه معلم في الحرف، الله يجازيك. فهذا المسألة يعني أنه الأستاذ عنده قيمة عظيمة، والأمر بديهي أنك تعظم الأستاذ متاعك. يعني هناك قول: من علمني حرفا صرت له عبدا. سبحان الله. نعم. فهذا الأستاذ يعني غير نحن نشوفه الأستاذ اللي يقريك في المدرسة. واسمح لي سيدي عزيز، علاش نقبلوا هذه من علمني حرفا صرت له عبدا؟ هذه نقبلوها، وتعظيم الشيخ ما نقبلوش. نعم سيدي سبحان الله. لأنه سيدي لأنه عندما المشكل سيدي أنه عندما تسمع شيخ يعني مثل يقع بحال البلوك للإنسان، يعني يعني العقل يوقف وما عادش يفكر. ما نعرفش نية هذا المشكل سبحان الله. يعني تقع الكثير يعني ينسى كل شيء، غير تقول له راه شيخ تبدلوا كلمة أستاذ بشيخ
يقع على المشكل. ولكن هو شنو الامر كما قلنا يعني الاستاذ انك انت استاذ علمك وسهر معاك وتعب معاك مثلا مثل الاساتذه غير ناخذ مثلا نحن نتحدث على عام يكون شويه صعب مثلا عام البكالوريا يكون فيه الاجتهاد والتحضير واي واحد فينا عنده قصه مع استاذ يكون يعني تعب معاه ومثلا يعني صار معاه باش يفهم هذيك الماده الفلانيه وكذا. فهذا استاذ في ظاهر الامر هذا الاستاذ يجتهد معاك ويكون استاذ يعني كومبيتون يعني استاذ عنده ضمير متمكن وفيه الضمير. نعم فهمت يعني فتكون عندك ليه محبة خاصة وتعظيم خاص لأنه علمك وتعب معاك ووصلت النتيجة. هذا الأمر أنك وصلت معاه النتيجة ودائما عندك يعني تتحصل على النتائج من أحسن إلى أحسن معه يعني تلاحظ في تطور وفي تحسن. فما بالك أنت عندما تتحدث عن شيخ التربية. نعم عندما تتحدث عن الولي كما قلت ذكرتنا بالآية الولي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. هذا إنسان راه مش يتعامل معك بظاهر الأمر. هذا إنسان راه يعني الاجتهاد اللي يجتهدوا فيه معك لا يقدر عليه أحد. هذا يخرج فيك من ظلمات النفس ظلمات الوهم ظلمات الغفلة عن الله. هذا يتعامل معك في أمر الدين. يعني هذا الشيخ هذا الأستاذ هذا الشيخ التربية هنا المسألة لا تحل بالأوراق والأقلام. الله يجازيك. هذيك تلقى لها محل بالأوراق والأقلام. هذا أمر يعجز عنه كل الأساتذة لا يستطيع أن يحلك هذا المشكل. كان الشيخ التربية يصهر معك على تزكية نفسك على تربية نفسك على الكبر اللي فيك والعجب اللي فيك والحسد اللي فيك والنفاق اللي فيك. هذا أمك وأبوك ما يصبروش عليك ما يصبروش عليهم عليها يعني. نعم. إذا كنت فيك هذا الخصال أمك وأبوك ينكروا فيك الصراحة يعني. ونحن كنا أي إنسان على وجه الأرض إلا وفيه هذا الخصال الذميمة وما نقولوش فيه 100% في نسب متفاوتة. فالإنسان الوحيد على وجه الأرض اللي يصبر معك على هذه الأمور واللي هذه مسائل يعني مصيرية. دابا أنت في الامتحان إذا ما نجحتش فيه تقدر تعاود. هنا ما فيش تعاود. هنا مصيرية هذه آخرة هذه يا جنة يا نار ما فيهاش. هذا امتحان واحد تعدي في حياتك. القبر 3 أسئلة امتحان واحد. هذا يعني اللي يجتهد معاك انه تتعلم انك تعد لي امتحان القبر وامتحان الآخرة وامتحان يعني كما قلت امتحان. هذا امتحان ما فيش يعني هذا مصيري. هذا يعني مصيرك اما جنة اما نار. نعم. اما وجه الله واما يعني اللطف يا ربي نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله نكون الذين كرمهم الله بالجنان وبرؤية الرحمن. امين. فهذه نقطة مهمة جدا سيدي في أمر الأستاذ يعني. اسمح لي سيدي عزيز إلى غير بين قوسين إلى رجعنا هذا المصطلح ديال الأستاذ ومعلم يمكن جديد شيئا ما. قديما فاش كانوا حلقات الدرس كاين الشيخ صح يعني الفقهاء القدامى والعلماء القدامى والناس اللي عندهم يعني خلاو مجلدات ومكتبات راه كانوا تعلموا عن شيوخ. وحنا في الدعاء دائما مورا كل صلاة اغفر يعني لمشايخنا ومن علمنا. نعم دائما في كل صلاة. وهذا مسألة مأثورة وفي جميع المساجد تقام يعني أن الدعاء للمشايخ. نعم الأستاذ كان يطلق عليه شيخ صح. نعم يعني المسألة اللي قلت أنه يوقع بلوك عندنا غير حاليا. نعم. اسمح لي سيدي. نعم سيدي سبحان الله. ويعني هذه نقطة مهمة نقطة الأستاذ ويعني فأنت يعني كيما يعني إذا كان هذا الشيخ بهذا الاجتهاد معك وتشوف سيدي الشيخ قد صلى الله سره وقته كامل يعديه معانا الفقراء ولا يطلب مقابل. نعم صح. الأساتذة الأخرين بمقابل. نعم يعني هذا لله تعمل معك لله. فسبحان الله سيدي الشيخ وقته كل عطي للفقراء من الصباح صباحا ومساء
في المساء محدد وقت يتلقى فيه أسئلة الفقراء، سواء اللي كانوا لهنا في الزاوية ولا اللي يكونوا عن بعد، يعني يبعثوا الأسئلة متاعهم وسيدي الشيخ يجاوب على الأسئلة متاعهم ويتبع معاهم. ونحن راه مش واحد ولا اثنين، الأستاذ في القسم عنده 40 فرد، سيدي الشيخ أقلهن ملايين 2 مليون اللي تم عدهم. فما بالك اللي ما زالوا ما حسبهمش، يعني أقل عدد هو 2 مليون مريد. وسيدي الشيخ صاهر معانا وتعب معانا وجهد وجهيد انه فرحته شنية انك انت تتربى وتتصلح وتزكي نفسك، ما ربح منه والو. معنا يعني مثلا بحالي انا راه نحكي وغير ديما كارت بورتابل بالواقع، بحالي انا طالب مثلا يعني كما تقولوا انتم مزلوط المال يعني مستهلك، يعني في مصطلح التجارة مستهلك فقط. سيدي الشيخ يكرم فيا الحمد لله، ويعني وقابلني تلميذ عنده يعلم فيا كيفاش، يعني يعلم فيا كيفاش نتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. إذا تهاونت سيدي الشيخ إذا تهاونت مثلا سواء في القيام ولا في العبادات، ولا تهاونت ولا حتى في الدراسة ديالي إذا تهاونت فيها، سيدي الشيخ لو يكون صارم معايا، ما سيدي الشيخ ما يسامحش في هذه الأمور أنك تهاون في العبادات ولا تهاون في الدراسة متاعك، ولا يعني يتبع معانا سيدي الشيخ. يعني سبحان الله، يعني كما قلت لك، يعني مثلا في العبد الفقير يعني ما إذا كان يعني باش تفهم ما معنى إنه سيدي الشيخ يتعامل معنا لله. نعم. يعني لا طمع مادي. يعني أنت مثلا باش تقول، أنت مثلا يجي لعقلك تقول هذا الإنسان يعني غاية متاعه ربح المال مثلا، أو مثلا غاية متاعه ربح المال، هذا تقول هذا، تقول كما تجينا الاتهامات اللي في التعاليق عاملين الطريقة باش تجمعوا المال وكذا. فمثلا بحال نحن واحد طالب مثلي طالب في الجامعة ما يربح، لا يوجد أي ربح في هذا الأمر، ولكن سيدي الشيخ قد صلى وسر يقوم بهذا الأمر لله. يعني ما طلب إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني سيدي الشيخ يقوم بهذا الأمر لوجه الله، لأنه هذه المهمة اللي كلفوا بها ربي، إنه يوصل للناس معرفة ربي، وهذا هو اجتهاده مع كل الفقراء. يعني كاملين نحن اجتهد معنا سيدي الشيخ على هذا الأمر. فهذه نقطة يعني حتى يعني تحدث فيها، وإذا كان عندك إضافة سيدي باش نرجع شوي نفس. حفظك الله سيدي عزيز. يعني هذه المسألة ديال العمل لله هي أصعب ما يكون، أنك يعني وشخص يقوم معك بواحد العمل بدون مقابل. احنا هذه المسألة يعني مولفنا في المجتمع دائما، يعني هناك أخذ وعطاء، هناك عملية تجارية تبادلية ولو تكون غير مباشرة. وربما هنا حتى الناس اللي يسمعونا ونتكلموا، لأن أقرب شيء لنا ملي كنزادوه من الوالدين، وبزاف الناس اللي عاشوا هذه الوضعية وحنا براسنا عشنا، أنه دائما الوالدين كيتسناو انك تكون مزيان وتكون احسن منهم، وهذه مسألة مزيانة، ولكن راه فيها واحد الجانب للنفس. يتباهوا فيك في المجتمع، ويعني ان شاء الله انك ملي تنجح وتكون عندك شواهد عليا ويقولوا ولدي او لا بنتي عندها شهادة كذا او لا خدمت في المجال كذا، يعني حظ النفس دائما حاضر. وإن احنا ضعاف تحت الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ما كنقولهاش على أنها مسألة سلبية، ولكن كنشوفوا حنايا يعني ما هو يعني كنشوفوه يوميا في المجتمع، ولكن ما كنعلقوش عليه. علاش كنعلقوا؟ ملي كتجي الأمر كيتعلق بشيخ مربي ما فيه حتى شي حاجة للنفس، كل شيء لله. تعلم، تفقه، تفهم، يخرجك من الظلمة النور كما قلتي، يتبع معك، يضحي معك، يسهر معك، يعطيك من وقته من جهده ومن ماله، باش انك انت توصل لواحد المرحلة وترقى لواحد المرحلة. ونجيو من بعد تقولوا تعظيم فيه اشكال، فيه بدعة، فيه كذا. تنظن ان الميزان مقلوب. يعني لجينا نديروا ميزان حقيقي وميزان اللي يكون فيه صدق،
ونحطوا المعايير في مكانها. هنا راه أقل حاجة هي أن يكون واحد التعظيم، تكون محبة خالصة لله، كيف ما أن سيدي الشيخ يبغيك لله، فأنت خص تكون محبة خالصة لله. وهذه المسألة هذه سبحان الله، يعني هنا كنتذكروا واحد القصة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومع بين سيدنا عمر وما بين سيدنا أبو بكر الصديق. تذكر القصة؟ يعني سبحان الله العظيم، قصة اللي كانوا المسلمين في حالة تجهيز الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم اللي عنده شي حاجة اللي يساهم بها. وسبحان الله العظيم، وكان سيدنا عمر كان تسول النبي زعما قال له علاش سيدنا أبو بكر يعني عنده واحد المكانة خاصة كذا وكذا وكذا. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له زعما راه غادي تبان هذه المسألة علاش. وفاش وقعت هذه المسألة ديال تجهيز الجيش، سيدنا أبو بكر جاب اللي عنده كامل، كل ما يملك جابوا باش يتجهز جيش المسلمين. سيدنا عمر جاب النصف. سبحان الله العظيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو غادي يتكلم مع سيدنا عمر على هذا الأساس، أنه ها سيدنا أبو بكر شنو قال له. سؤال سيدنا أبو بكر قال له شنو جبتي؟ قال له جبت كل ما أملك. قال له شنو خليتي للأهل ديالك؟ قال لهم خليت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر قال له جبت النصف وخليت الأهل ديالي النصف. وهنا فاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر هذا هو الفرق. وسبحان الله العظيم هنا غادي يطرى داك الحديث ديال المحبة. هنا سيدنا عمر قال والله يا رسول الله إنك أحب يعني الناس إليك. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما غادي يمكن يكون النبي أحب إليك حتى يكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك. عاد تحقق المحبة الحقيقية لآل البيت. وانا سبحان الله العظيم فاش سول سيدنا النبي سيدنا عمر قال له واش يعني هل رسول الله أحب إليك من نفسك؟ كان سيدنا عمر وقف واحد الوقفة يعني جاته صعيبة، أمر صعيب أن شي حاجة تكون أعز لك من نفسك، صعيبة. هذا ماشي تنقسم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن حنا كنتكلموا دابا على مواقف رأي واحد ممكن يطرح على راسه هذا السؤال ويشوف. وسبحان الله العظيم من بعد سيدنا عمر هو يقول نعم يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. وفسول النبي قال له عليه، قالوا لأنه فشفت من أنفع لي يوم القيامة وشفاعة النبي ماشي نفسي. سبحان الله العظيم. سيدي حسام اسمح لي تفضل. في هذا الأمر أنك ذكرت المحبة متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا الناس يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن نتحدث لك يعني على مثلا لماذا هذا التعظيم لسيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. نذكروا أنفسنا بواحد الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حبوا آل بيتي بحبي. فأنت كيف تعرف وترى المحبة متاعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الروبير متاعك والمقيس متاعك محبتك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو يمثلها في زماننا هذا سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، اللي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو ليس حفيد فقط لأنه الناس متفرقش بين حفيد والعطرة. عطرة آل البيت كما يوضح لنا دائما سيدي الشيخ أنه هناك فئة خاصة في آل البيت كاملين، هم آل البيت منتشرين في كامل العالم، ولكن في هذا آل البيت كاملين كاين واحد الفئة خاصة نقولوا شرفة عنده أصل شريف يعني ينتمي إلى آل البيت. ولكن ما نقصدوش في العطرة ماشي جميع الشرفة، واحد الفئة خاصة في الشرفة. صحيح. نعم، واحد الفئة خاصة جعل ربي فيها السر متاعه، اللي إذا حبيتهم أنت إذا حبيت كل الشرفة راك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أنت حبيت هذا الفئة الخاصة راك لهنا تدخل في الحديث متاع يعني اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرة آل بيتي. فهذا من العطرة جعل فيهم ربي سبحانه سره. وشنو هذا السر؟ هو نور الله سبحانه عز وجل، جعل فيهم هذا النور مستودع في قلوبهم، وهما من كثر ما هذاك النور ملأ قلوبهم بالمدد متاع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعني
يعني يعطيوه للناس، يعني يقسمون هذا النور للناس. كيف ذلك؟ يقول كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثش مادة ولا يعني مال ولا طب أرض ولا طبة أرض، ورث النور، لأنه صلى الله عليه وسلم نور. ماذا سيورث النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه؟ أسمى شيء اللي هو نور الله سبحانه وتعالى، بقى فيهم ساري، وهما في كل زمان يجعل ربي سبحانه واحد من هذا من العطرة يكون عندهم هذا النور، وهذا النور كل من اتبعهم وأحبهم يقذف في قلوبهم هذا النور ويعطى لهم هذا النور. وهذا النور هو نور النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا النور للصحابة، من بعد في كل زمان يكون هناك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم في الروح، وارث الحقيقة، وارث هذا النور، وهو يكون مسؤول على يعني اعطاء الناس هذا النور. وهذا النور يشاهد بالعيان، يعني انت في البيعة عندما تأخذ حقيقة، عندما تجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا الحفيد تشاهد هذا النور. فهذه نقطة حبيت أن نقولها سيدي. جزاك الله سيدي عزيز حفظك الله. هنا كنا نتكلم على موضوع التعظيم، وسبحان الله العظيم يعني من بداية هذه اللقاءات أي موضوع نتكلموا عليه نرجعوا للنور، ونرجعوا سبحان الله العظيم نرجعوا لسيدي الشيخ قدس الله سره اللي يعطيك هذا النور سبحان الله العظيم. يعني تنظن أن يمكن ناقشنا مجموعة الجوانب فيما يخص المسألة ديال التعظيم. حنا تكلمنا أن التعظيم هو محبة في الأصل، والتعظيم هو شكر في حد ذاته. كاين الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني سبحان الله العظيم مني ما يكونش الشكر على واحد النعمة ولا بسيطة. من علمني حرف، احنا نتكلموا على حرف صرت له عبدا، ومن علمك المعرفة، ومن علمك السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يعني شنو نقدر نقوله هنا؟ فأنا سبحان الله العظيم المسألة ديال التعظيم وهي في حد ذاتها سر بالنسبة للمريد الطي المسافة. يعني سبحان الله العظيم يعني باش الإنسان يكون عنده واحد السلوك صحيح في الطريق سبحان الله العظيم، لأن طي المسافة يقرب المبتغى والمنى، وهذا طي المسافة يكون بالتعظيم. مرحبا سيدي عزيز. يعني سبحان الله العظيم التعظيم ضروري بالنسبة للمريدين كيف ما قلنا. وهذه المسألة هذه كان المريد أو غير المريد. وحنا إلى لاحظت حتى بالنسبة للناس اللي كيبغيو يجيبوا للزاوية أو لا يبغيو ياخذوا البيعة، كاينه داك الفترة ديال 40 يوم ديال باش الإنسان يدير الاستخارة ديالو ويدير الورد. راه مدة كافية باش أن داك التعظيم يوقر في القلب، يعني ولو جزئيا. الورد اللي غادي يبقى يديرو يوميا، الطريق ربما تكون عنده مشاهدة، ربما تكون عنده رؤى، أمور اللي تطمئن القلب ديالو، وباش النهار اللي غادي يجي ياخد البيعة ياخدها بداك التعظيم اللي خاصها اللي تستحقه. يكون لقاء مع الشيخ يكون لقاء بالتعظيم، ماشي لقاء غير هكا عادي بحال غتلقى مع شخص عادي. نعم سيدي عصام، نحن جبدنا هذا موضوع المحبة لأنها هي اللي تورث هذيك التعظيم. إنه أنت إذا وهذه المحبة كيفاش تجي، يعني كيف تأتي هذه المحبة؟ يعني قلنا من خلال أنه تكون هذه على حسب أنت النظرة متاعك لهذا الشيخ. يعني كاين شكون يشوفوا الأستاذ فيحبوا بمقام هذيك الأستاذ، كاين شكون يشوفوا حفيد النبي وهو يحب البيت النبي فيحبوا بحفيد خاطروا حفيد النبي لأنه حفيد النبي. كاين كل شخص له باب أنه يدخل به على. لا نقول أنه يعني شيء من المحبة، نحن لا نتحدث عن المحبة لأنك ذكرت قصة سيدنا عمر وهو أن تكون أحب إليك من نفسك، ولي نحن بعاد عليها. يعني نسأل الله أن مشروع عمر ليه يعني نسأل الله أن يكرمنا بذلك. فسبحان الله سيدي كل واحد يعني يأخذ الباب حتى يحب هذا الإنسان على حسب
يعني كل واحد الزاوية متاعه اللي يدخل منها على كان آخر يراها أنه هذا إنسان عنده نور الله، هذا إنسان يعني سبيشال، يعني إنسان خاص فريد، فيه ميزة، فيحبه بالله هذيك الميزة. كل واحد وكيف يعني تكون الباب متاعه المدخل لهذه المحبة. من هذه المحبة يتورث هذا التعظيم اللي هو موضوع الحلقة متاعنا اليوم. وهذا التعظيم يعني تعظيم يعني تقدير، وليس عبادة من دون الله، يعني اعتراف بفضل، اعتراف بفضل الله يجازيك. لأنه يعني الناس تقول لك أنت تعظم ربي، راه يقول لك ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. ربي سبحانه عظم العلماء نتاعه، فما بالك هذا عالم رباني، هذا إنسان يعني عارف بالله، يعرفك بالله. هذا النور نحن نحكي عليه دائما صباحا ومساء، نوصلوا فيه يعني قدر المستطاع. ربي يجعلنا يعني هداة المهتدين وداعين لنور الله سبحانه عز وجل. فهذا النور شنو هي الغاية منه؟ علاش ربي جعل لنا هذا النور؟ مش غير أنا نشوف ونشاهد والتجلي يعني مش ليست النية هي البداية. نعم، مش النية نشوف النور، لا، هي هذيك النور هو وسيلة لمعرفة الله، هو بوراق. لأنه هذا القسم، هذه المدرسة، هذه الزاوية الكركرية هي يعني مدرسة نبوية محمدية لمعرفة الله، انك توصل الى الله. انك ايش معناها توصل الى الله؟ تعرف الله حقيقة. مش انا نقول لك، انا نقول نعرف سيدي عصام، مش نعرف غير اسمه عصام، شفته يعني وتحدثت معك مثلا ولله المثل الاعلى. فانك تكون تعرف ربي سبحانه، لازم تكون انت على قناعة انك تعرف الله حقيقة، من هو الله بالنسبة لك. يعني انت عندك، هل لك سر مع الله؟ واش كان هذا واحد السر، واحد النور، واحد الحقيقة حاملة في جوفك، تكون هي يعني وصل بينك وبين الله. بهذيك السر، هذيك النور اللي حطه ربي سبحانه في قلبك، يكون بينك وبينه علاقة تواصل، ليست كتواصل الإنسان مع الإنسان، ولكن هذه هناك تواصل بين العبد والرب. وهذا التواصل السبيل متاعه هذا النور. من خلال هذا التواصل تبدأ من خلال التجليات تعرف المتجلي، من خلال هذه التجليات تدرك، تصل إلى يعني تترقى في معرفة الله سبحانه عز وجل. نعم. فهذه نقطة يعني اللي حبيت نشير لها سيدي. نقطة سيدي عزيز يعني ذكرتني، الله يجازيك بخير. سبحان الله العظيم. هو سؤال: كيف يمكن أن نعظم الله سبحانه وتعالى وحنا ما قدرناش نعظمه حتى الشيخ؟ نعم سيدي، سبحان الله. وهذه جزئية مهمة خصوصا بالنسبة لي. نعم، إذا ما عظمتش الشيخ ما تعظمش النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وإذا ما عظمتش النبي ما تعظمش ربي. صحيح. لأن يعني اللي هاجروا هي هجرة لله ولرسوله، مش غير لله. يعني أنت لأن تقول الهجرة لله إطلاق كما علمنا سيدي الشيخ، ولكن تقول لله ورسوله قيدت ذيك الهجرة لله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أنك تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لازمك باب باش تعظم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البيت. صحيح، هذا هو الباب. نعم سيدي. يعني سبحان الله العظيم، الناس الصحابة والأجيال اللي يعني عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم الفرصة أنهم يعني يكون واحد اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تعامل، ويكون نفس الفترة. احنا ما عندناش هذا الأمر هذا، سبحان الله العظيم. ولكن عندنا أمر آخر، سبحان الله. الله عادي سبحانه وتعالى، الحمد لله. يعني هناك آل البيت، وفي آل البيت هناك العطرة، وربي كرمنا بالعطرة، وهذا باب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة تبدأ من عطرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك تسلسل عاد باش نقدروا نقولوا راه نشتغل على محبة الله سبحانه وتعالى، تكون عندنا في قلبنا محبة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان هكا فرضا بوحده يقول راني كنحاول نجتهد وراني أنا كنبغي الله سبحانه وتعالى، هنا ما نقولوش أنه يكذب، ما نقولوش أنه ينافق، حاشا ولله، ولكن مازال ما عرفش الحقيقة المحبة. شنو هي حقيقة المحبة كمحبة؟ لأن يعني المحبة في عمقها راه بحر بلا ساحل كما كيقول سيدي الشيخ، سبحان الله العظيم. وربي من الكرم ديالو عطانا مظاهر المحبة. كاين المحبة الأبناء، الآباء والآباء، الأبناء والزوج مع الزوجة وكذا وكذا، والأصدقاء. هادو مظاهر شي شوية غير باش الإنسان يذوق، ولكن المحبة الحقيقية
هتدوز عن طريق الشيخ المربي. ربي كرمنا في هذا الزمان عندك شيخ مربي من عطرة النبي صلى الله عليه وسلم، حامل لنور الله، إمامك في الطريق. صحيح. باش تدخل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، باش تدخل على محبة الله سبحانه وتعالى. يعني اللي كان قصده حقيقة المحبة، السبيل راه واضح كيف ما وضحوا لنا سيدي الشيخ الحمد لله، الأمر واضح. وهذه المحبة هي ملازمة للتعظيم اللي تكلموا عليه. هذا ما كان هو سيدي النقطة الأخرى يعني ليس يعني في نفس السياق، فيعني هذا المحبة هي اللي تورثك التعظيم، وهذه المحبة السبيل إليها نور الله سبحانه عز وجل. يعني دائما يعني ندور ونرجع لنفس النقطة، لأنه ضروري نور الله. نحن السلوك هذا إذا تحيد، إذا تزيل نور الله، غير نتحدث معك يعني أخبار، يعني نعطيك في أخبار بدون تجربة بدون ذوق. ولكن غير تضع نور الله في المسألة يصبح الأمر عيان، يصبح الأمر تجربة، يعني حقيقة، يعني تعيش هذا الشيء. مش راه نتحدث معك على انت تقول المحبة مثلا. نحن كفقير كركري كيفاش نعرف انا محبتي لله او محبتي لرسول الله او محبتي لسيدي الشيخ قدس الله سره؟ نشوف وقت عندما أبدأ في الذكر مقدار النور الذي في قلبي، على قدر ذلك النور على قدر المحبة. هذه يعني ما يكذب عليك حد. حقيقتك أمام عينيك. نجم أنا نزوق الكلام ونتحدث ونجيب نعمل قصيدة ومحبة وقلبي خاوي، ولكن نور الله ما يكذبش علي، لأنه من الله، لأنه هذا النور ما جاش من عندي أنا ولا من عند شي حاجة غير جات من عند الله. هذا اسمه نور الله، وهذا النور بنفس الوصف اللي ذكره ربي في القرآن وفي السنة. يعني هذا نور الله، هذا النور هو مقياسي باش نعرف أنا المحبة متاعي، درجة القرب متاعي. يعني هذا النور وين أي حاجة بغيت تقيسها ترجع بهذا النور تعرف حظك من هذاك الأمر. فيعني هذه النقطة اللي حبيت نشير لها، مسألة النور. وواصل سيدي حفظك الله سيدي. تقريبا شحال دابا تقريبا في اللايف المدة سيدي؟ الله أعلم، باش ما نطولوش على الناس إن شاء الله، باش تنظن يعني أحطنا بجميع، ليس بجميع الجوانب، ولكن خصوصا في المسألة اللي الناس يعني كيكون عندها فيها إشكال. التأليه كذا هو ليس بتأليه، وهو كيف ما قلنا في البداية هو تعظيم، وتعظيم تكلمنا فيه مجموعة ديال الصور والمظاهر ومجموعة ديال الأمور اللي الحمد لله نعيشها بشكل يومي. هي نعم سيدي، سامح لي سيدي، هي تعظيم لما يحمل هذا الشيخ من حقيقة، لما يحمل من سلوك من تربية، وليس تعظيم للبشرية. وهذا الأمر الحقيقة اللي يحملها سيدي الشيخ هي حقيقة إلهية. يعني نحن نعظم ما استودع الله فيه، وليس يعني أمر مادة، بل حقيقة الروح. نحن نتعامل في هذا الطريق، طريق الروح، طريق القرب من الله سبحانه وتعالى. حفظك الله سيدي العزيز. يمكن نختموا بهذا الكلام سيدي العزيز، حفظك الله، جزاك الله كل خير. وحنا دائما في رحاب الزاوية الكركرية وفي رحاب سيدي الشيخ قدس الله سره وفي هذه الليالي الرمضانية. وسبحان الله العظيم، رمضان إلا خطاه التعظيم ما بقاش رمضان. أي حاجة نسقط عليها التعظيم كتولي عندها سبحان الله. أي عبادة كيف ما بغات تكون بالتعظيم الإنسان يبلغ المراد، يبلغ المنى ويذوق. نعم سيدي، كما شهر رمضان التعظيم تاعه مش الامتناع عن الأكل والشرب. نعم، ولأنه هو أيام يعني التعظيم لما حوى رمضان، لما فيه رمضان من نعم، لما فيه رمضان من فضائل ومن نعم سيدي. تفضل سيدي. وسبحان الله العظيم، يعني للكلام شجون. سبحان الله. نتمنى أن ما نكونوش يعني نكونوا خفاف على قلوب الناس اللي كانوا معنا اليوم. نتمنى أن المعنى يكون وصل. وهذا غير فيض من غيض، يعني الحقيقة كيف ما احنا نتعلمها عن سيدي الشيخ، فكل شيء متاح له هذا الأمر الذي يبحث حقا عن الحقيقة ويبحث حقا عن
لأنه المعرفة الحقيقية ليست معرفة الأوراق ولكن معرفة الأذواق. فالأمر متاح، يتواصل مع الإخوان سواء في تيك توك أو لا في فيسبوك، وحنا الحمد لله يعني جاهزون بما قدرنا الله سبحانه وتعالى باش أننا يعني نجيب إذا كانت عندنا الإمكانية الإجابة. ما كانش نسولو نجاوبو لكم، ما كاينش مشكل. واللي بغى يعرف الحقيقة فما كانوها واضح، مبقى ما يتخبى دابا. سبحان الله العظيم. ربي من يظهر الحق راه كيظهر يعني للجميع. سبحان الله العظيم. ونختموا سيدي عزيز ان شاء الله اذا كان شي اضافه. صافي سيدي. ونختموا دائما بالصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ورمضان كريم للجميع، وفي لقاء آخر إن شاء الله. حفظك الله سيدي عزيز، شكرا، حفظكم الله.